أنا طالعة أتكلم على الكارثة اللي أنا شفتها اليومين دول بسبب الترند بتاع بوسي. الأغنية الصراحة بأمانة زي الفل، وأنا واحدة من الناس عملت عليها، بس أنا عملت عليها مش لأني عشت التجربة اللي أنا شفتها في البنات دي كلها، ده لأني أنا عشان بابا مش موجود في الدنيا خلاص، فبأي شكل من الأشكال أنا خايفة من خوض أي تجربة وهو مش موجود معايا فيها. أوكي، على العلم إن أنا عندي أخويا بيصد وفي ظهري، بس وجود الأب بيبقى فيه إحساس ما بيقدرش يحسه غير البنات بس، الرجالة والشباب ما بيحسوش الموضوع ده وبيشوفون هو أوفر. نسيبنا بقى من كل ده ونتكلم على كمية الترندات والبنات اللي عملت على الأغنية دي. إيه القرف ده؟ إيه الشباب اللي عاملينه في البنات ده؟ أنا مش هقدر أقول رجالة، لأن مفيش راجل بيسمى إنه يكون راجل يمد إيده على ست. في ستات بتبقى مستفزة، ده أنا معترفة بيها. في ستات أقسم بالله بتبقى عايزة الحرق، تترمى كده من الدور ال20 عشان تتربى، بس مش لدرجة ستات يتضربوا من تاني أسبوع في جوازهم، من بعد 3 أيام من جوازهم ويطحنوا. انتوا بتقولوا ايه؟ فده إن دل بيدل ان الشاب اللي طالع من البيت ده، لان انا مش هقدر اسميه انه راجل، لان بالنسبه لي ده حيوان. فالبني ادم بني ادم الحيوان اللي عمل كده في واحده اتجوزها امنت له ان هي تطلع من بيت اهلها، ايا كانوا اهلها دول، حتى لو وحشين، حتى لو بيعلقوها كده كل يوم، بس اهلها اللي مخلفينها، اللي تعبوا عليها، اللي مربيينها. مش انت يا جحش يا اللي مفكر نفسك انك راجل تضرب واحدة وتضربها ضرب مبرح ان هي ممكن تموت فيها بعد ايام من جوازها، وان هي المفروض ان هي داخلة حياة جديدة هتفرح بيها. ده اولا. ثانيا بقى اللي انا عايزه اعترف بيه للبنات برضو، لان انا من ضمن البنات، بس انا برضو عشان خاطر ما نجيبش اللوم كله على الاهل، وان الاب لو كان موجود كان اخد حقه، ولان طبعا الاب لازم بياخد حق بنته ايا كان. بس خلينا متفقين ان في اهالي بتبقى رافضه شباب معينه للبنات، والبنات بتفضل مصممه ان هي عايزه تاخدهم، لان شايفين ان هم دول حلم حياتهم لمجرد ان هم بيحبوهم، وناسيين حاجات كتيره وفي اصول كتيره لازم يمشوا عليها، بس بيكبروا دماغهم. احب اقول لكم ان انتوا بنات تستاهلوا التهزيق وتستاهلوا الضرب، لان انتوا وافقتوا من البدايه ان انتوا تعدوا اي اهانه من دي. نصيحة لوجه الله، احترموا نفسكم. ويا جماعة كل أب وكل أم لازم يربوا أولادهم في البيت، الشباب بالذات، على احترام البنت رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير. استوصوا بالنساء خيرا، مذكورين في القرآن، في الأحاديث، في كل حاجة، لأن البنت دي بتبقى أم وبتبقى أخت وبتبقى صاحبة وبتبقى بنتك، كل حاجة. وقبل ما تعمل حاجة ببنت الناس افتكر ان انت في يوم من الايام هيجيلك بنت وانت مش هتقبل ان يجي حيوان زيك يعمل فيها اللي انت عملته. فاحترموا نفسكم، وقبل ما تحترموا نفسكم الاهالي تحترم نفسها سواء اب او ام، ويعلموا الولد انه ازاي يحترم الشخص اللي قدامه ويطلع محترم. ومفيش ام تقول لك ده راجل، ومفيش اب يقول ده راجل ويعمل اللي هو عايزه، ويحسسوه من الستات والبنات جواري عندكم. داين تدين، اللي انت بتعلميه لابنك ويعمله في مرات ابنك بعد كده هيتعمل في بنتك، وانت مش هتقبليه يا ست الكل.